أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير حكمها أخيراً في أوحش القضايا التي أشغلت الرأي العام، والمتمثلة في جريمة قتل شاب ينشط في مجال التجارة الإلكترونية بطريقة بشعة. وقررت هيئة الحكم المتابعة لملف القضية مساء يوم أمس الثلاثاء الحكم بالإعدام على المتهم علاخ أخي، حيث ثبت إقدامه على قتل الشاب أموبي وإخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة. وكانت جريمة مقتل الشاب البالغ من العمر 27 سنة قد هزت الرأي العام قبل أشهر، حيث تم الكشف على أن المتهم قام باستدراج الضحية الذي كان تربطه به علاقة تجارة إلى منطقة قروية تماعيت، حيث قام بتعريضه لاعتداء جسدي خطير قبل أن يعمد على إزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، ويقوم عقبها بنقله داخل صندوق سيارته إلى منطقة غابوية ضواحي أكادير، حيث أحرق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال.